نقطه كبيره جدا جدا لا تجوز، وبالتالي كان رد فعل عمر اللي شايف من وجهه نظره انه لا يقر هذا الفعل اللي انت قمت بيه، ولكنه في نفس الوقت غلط محمود وطلب من محمود اشرف ان هو ما يكونش موجود على منصات التتويج، ما يطلعش معاكم على منصات التتويج، وقال بالنص ان انتوا الاثنين سيتم تحويلكم الى التحقيق وبناء عليه هيتم متابعه النتائج. ده اللي حصل، فخليني اسالك تعقيبك ايه على اللي حصل بالظبط او على الروايه والتصريح ده. اولا يا كابتن ابراهيم الله يبارك فيك، والحمد لله احنا البطوله دي يمكن من 21 سنه مصر ما فازتش بكل الميداليات الذهبيه في بطوله افريقيا، وده طبعا بفضل كل زملائي في المنتخب والجهاز الفني والاداري. فانا بحب ابارك لكل الناس في مصر وبارك لمعالي الوزير على هذا الانجاز العظيم، وطبعا زمايلي كانوا رجاله طول البطوله بصراحه، فطبعا الحمد لله على كل شيء. وندخل على طول في الموضوع. اولا الف شكر على اهتمامك، وطبعا بنشكر كابتن اشرف حلمي ان هو حكى الموضوع زي ما اتنقل له او زي ما هو صوره. خليني اوضح لك بالظبط حرفيا الموضوع حصل كالتالي. هو امبارح احنا اتكلمنا مع كابتن اشرف حلمي، انا اتكلمت معاه قلت له كابتن اشرف انا جالي مزق في تمرينه الصبح، وكان محمد البيلي عنده برده شد في رقبته. وضحت له كل حاجه لان كابتن اشرف حلمي طلب مننا من ساعه ما جه رئيس الاتحاد ان احنا نوضح له الامور كلها على طول واحد لواحد، يعني الامور ما تجيلوش من عن طريق ناس. فانا وضحت الامور للكابتن اشرف حلمي. بعد كده النهارده انا الكباتن المسؤوله عن اللعب قالوا لي يا عمر حاول انك انت تلعب حتى ولو ماتش واحد، والدكتور الرسمي للبطوله لان منتخبنا ما عندوش دكتور، وده طبعا برضو حاجه يعني مين يا فندم؟ يعني. مين يا فندم؟ الدكتور الرسمي للبطوله مين يا فندم؟ مين اللي ما عندوش دكتور؟ انتوا منتخب مصر ما عندوش دكتور؟ المنتخب المصري ما عندوش دكتور، ما عندوش مدرب لياقه مدنيه، ما عندوش احمال، بيغير المدربين كل شهر تقريبا، وانا زمايلي جنبي وان شاء الله هم برضو هيشرحوا. خليني برضو ابقى مركز معاك في الواقعه عشان يعني زي ما الكابتن اشرف صورها خلينا ننقلها لك بالظبط يا كابتن ابراهيم من فضلك. اتفضل. دلوقتي احنا النهارده جينا اخر يوم في البطوله، احنا بادئين من يوم 12 كويس. فالنهارده اخر يوم في البطوله، هنلاعب ان شاء الله نيجيريا سيمي فاينل، المفروض ده فاينل مبكر. ماشي. فاحنا الصبح في التمرين انا بتمرن مع محمود اشرف حلمي زميلي في الفريق. والامور طبيعيه جدا. الحمد لله الامور مشيت بشكل كويس. الكابتن قال لي يا عمر تقدر تلعب؟ قلت له اقدر العب، هنتوكل على الله. رحنا على الماتش. احنا كل قبل ماتش يا كابتن ابراهيم زينا زي كل الفرق المصريه بنقرا الفاتحه. طلبنا من محمود يجي يقرا الفاتحه معانا. محمود قاعد على الكرسي على الدكه حاطط رجل على رجل، ورفض ان هو يجي يقرا معانا الفاتحه. يا محمود من فضلك تعالى. مش عايز يرد، مفيش مشكله. انا في الاول وفي الاخر ايوه ليه بقى يعني واحد صحي من النوم قال انا مش هسلم عليكم يا عمر، يعني في يعني برضه عايز افهم ايه تبريرك او ايه تبريره ان هو ما بيسلمش عليكم وما بيقراش معاكم الفاتحه وهو عنصر معاكم في المنتخب؟ ممكن تقول لي ايه اللي حصل يعني؟ كابتن ابراهيم التبرير الوحيد ان هو يمكن كان عايز يلعب بس الجهاز الفني ما استعنش بيه. ما هو مفيش تبرير غير كده، لان انا قبل 5 دقائق من الماتش انا بتمرن معاه ومسلمين على بعض، والمعامله ما بيننا طيبه واكثر من طيبه. يعني ومش معايا انا بس، يعني محمود علاقته بينا كلنا طيبه جدا. فاللي حصل ده كان صدمه لينا كلنا. تاني حاجه يا كابتن ابراهيم، قاعد على الدكه وموجود الكلام ده في الفيديو وفي الصور الرسميه للماتش. الفريق كله بيقوم بحماس يشجع مع كل كوره. محمود قاعد حاطط رجل على رجل وماسك التليفون بتاعه في منظر اول مره يحصل في تاريخ اللعبه. الكابتن ده برضه دور الكابتن، ما حدش يتكلم مع محمود. وده دور رئيس البعثه، ما حدش يتكلم معاه. الى ان جيت ونزلت الماتش بتاعي. ايوه. فالطبيعي ان احنا بنيجي نسلم على كل لاعب وعلى المدرب في الفريق بتاعه. فبسلم وبمد ايدي عشان اسلم على محمود، راح جاي قايم وسايب الدكه ورفض ان هو يسلم على ايدي. انا والله العظيم يا كابتن ابراهيم ما حصل مني اي رد فعل ولا بالكلمه ولا باي لفظ ولا خارج ولا غير خارج. انا صدمت، والكابتن اشرف عبد الفتاح طلب مني ان انا اتجاوز الموضوع. نزلت العب المباراه، لقيته رجع تاني
قاعد على الدكه وحاطط رجل على رجل وماسك التليفون، والكلام ده موثق. ماشي. فانا بصيت وقلت حرفيا يا جماعه الكلام ده لا يجوز، مش هنقدر نكمل الماتش وهو قاعد على الدكه. حصل ومحمود اتعصب وكان جاي يجري عليا عشان يعني في موقف ان هو يعني زي يعني بيحاول يضربني او شيء، والموضوع ده انا كنت متفاجئ منه. هنا بقى انت رديت عليه قلت انا مش هكمل، انا مش هلعب ده. الكلام بقى اللي انت قلته بقى في الفيديو بقى انه ده لعيب قليل ادب كذا كذا كذا، دي قله ادب، انا مش هسلم كذا كذا كذا، ده هنا بقى كان انفعالك صح كده؟ بالظبط.